ناس الخير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة فضاء العيلة وفيديو جديد. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير في أتم الصحة والعافية. حنا كنعرفوا بأن هذا الفصل ديال الربيع وبأن وقت الفريز، يعني الفريز مازال في الأسواق، وجاتني كوموند ديال فريزي وقلت علاش لا نتقاسمها معكم ونعطيكم جميع الأسرار باش تنجح معكم ديك لا كريم باتيسير ديبلومات و جميع التفاصيل ديال الفريزي باش يجي معكم راقي. هانتوما كما كتشوفوا هماوي وراقي وبحال اللي كيتباع في المحلات ديال لاباتيسري. المهم الكميه اللي انا صابت عطاتني هذا الفريزي اللي هو من حجم كبير جدا، وخرجت من دوك لي شوت اللي بقاو لي، خرجت منهم واحد لاطاخت لصحاب الدار اللي كتكون بشكل طولي، يعني حتى حاجه ما كتضيع، كل شيء كيصلح، حتى حاجه ما تضيع. المهم خص الواحد يعرف يخرج يسلك راسو باي طريقه. اول حاجه كنبداو بها على بركه الله هي لا كريم دبلومات. كنحتاج ل4 ديال صفار البيض مع 4 ديال معالق ديال مايزينا، 4 المعالق ديال السكر، و5 ديال ورق ديال الجيلاتين. وهنايا غادي نحتاج واحد نصف لتر ديال الحليب. اول حاجه كندير هي انا كناخذ داك الحليب كنديرو فوق النار يسخن، وفي نفس الوقت كنرقد هادوك الورق ديال الجيلاتين في الماء البارد نخليهم يرطبوا باش من بعد ما طلع لي لا كريم يكونوا واجدين. كناخذ داك الصفار البيض كنزيد ليه داك السكر وكنزيد ليه المايزينا، ومن بعد كنحركها مزيان مزيان بلا ما نساو نزيدو شويه ديال الروح اولا شويه ديال لافاني، اما تاخذوها بودر اولا ليكيد. انا عندي ليكيد زدتها. كنخلط هادشي مع نصف الكميه ديال داك الحليب. صافي كنخلط هادشي مزيان 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 حتى كيندمج. عاد كنزيد ليه الكميه الباقيه ديال الحليب اللي كيكون سخن، كنخلط مزيان ومن بعد كنصفي باش نتفاداو يكونوا دوك الحبات ديال البيض بعض المرات يبقاو. من الاحسن انكم تصفيو هاد الكريمه هذه باش تكون ناجحه 100%. صافي كنديروها فوق النار، كتبقى نحركوها، كتبقى تعقد بسرعه لان فيها كنقولوا دائما لكل صفار بيضه تنديروا ليه معلقه ديال السكر ومعلقه ديال مايزينا. هذا هو القانون ديال لا كريم باتيسير. المهم كنبقى مستمره ملي كنديرها فوق النار، كتكون النار متوسطه، كنبقى نحضيها نوقف عليها بالتحراك خصوصا القاع باش ما تلصقش وتحرق لينا ويكون فيها ريحه الحرق. كنبقى مستمره بهذه الطريقه، كنحركها يا اما بمعلقه خشبيه اولا بسباتول ديال سيليكون حتى كنشوف بانها عقات. كنطفي عليها النار وكنزيد عليها هذوك الورق ديال الجيلاتين اللي كيكونوا رطابو، كنحرك مزيان 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 حتى كنتاكد بان داك الجيلاتين داب بديك الحراره وندمج مزيان مع ديك الكريمه. عاد غادي نفرغها مباشره في شي بول اخر، ما تخليوهاش في الكاسرونه، فرغوها في شي صحن اخر. صافي وغادي نديروا لها مباشره هذاك الفيلم الغذائي ونخليوها تبرد على خاطرها حتى كتبرد شي شويه كتولي دفعات. كنديروها في الثلاجه، ما كنديروش في الثلاجه مباشره. وندوزو دابا باش نصاوبوا لاجينواز. بالنسبه لاجينواز كيحتاج ل4 البيضات كبار، 120 غرام ديال السكر سنيده، 120 غرام ديال الدقيق الابيض اللي كيكون مغربل، نغربلوه قبل ونغربلوه من بعد. وكنحتاج معلقه كبيره ديال الزيت النباتي، وايضا كنحتاج شويه ديال لافاني. نسمو باللي بغيتو تقدروا ديروا قشر الحامض ولا الروح ديال الحامض، المهم كتنسمو داكشي اللي بغيتو نتوما، النسمه اللي بغيتو نتوما كديروها. في واحد الباطور كندير هذوك 4 البيضات، يكونوا بدرجه حراره الغرفه ضروري الا بغيتوهم يطلعوا لكم، مع رشه ديال الملح، وكنزيدوهم هذاك السكر مع داك الفاني. كنطلعوهم مزيان، على الاقل خصهم واحد 5 دقائق على درجات خفق كبيره حتى كيضاعف الحجم ديالو كيولي بيض. حسبوا ليهم 5 دقائق، عطيوهم الوقت حتى كيتبدل اللون ديالهم تماما وكيضاعف وكيتريبلا الحجم ديال الخليط. عاد ديك الساعه كنوقفوا لا ماشين، كنحيدو هذاك البول من لا ماشين، عاد كنزيدو هذيك الزيت، ديك معلقه ديال الزيت النباتي كيخفف، هو الدور ديالو هو انه كيخفف هذيك لاجينواز. ومن بعد عاد كنزيدو هذاك الدقيق اللي كنغربلوه دفعه واحده اولا على 2 ديال الدفعات، لكم كامل الاختيار. المهم باش تربحوا الوقت كنديروا على دفعات. صافي انا درتو مره واحده وصافي، وكنخلط في نفس الاتجاه بلا ما نهرس. هذيك لاجينواز خص تبقى في نفس الكثافه ديالها، وكندخل ليها هذاك الدقيق غير بلاتي هي احسن بلا ما نساو نضربو لتحت، لان لتحت كيكون الدقيق حيت هو ثقيل كيهبط لتحت. حركوا مزيان حتى تاكدوا بانه هذيك العجينه كلها اندمجات وانسجمات ولات متجانسه. عاد كديروها في واحد المول. بالنسبه لهذا القياس اللي درت لكم انا ديال البيض كياخذ لي واحد المول اللي هو 30 على 40 سنتيمتر، اللي كنكون دهنتو شويه بالزيت من التحت باش يثبت عليه هذاك الورق ديال الطبخ. صافي كنفرغ هذه الكميه اللي عندي وكنحاول انني نواطي لها السطح
غير بالفن. المهم ما خصش واحد الجهه تكون طالعه وواحد الجهه كتكون هابطه، لان فاش كتدخل الفران راه كتنزل وكتقاد راسها. صافي كنبقى بهذه الطريقه هذه غادي ندخل هاد اللاطه للفران على درجه حراره 180. كيكون الفران مسخن من قبل، كنحسب ليها بالضبط. انا كنديرها في الوسط وكنديرها الفرفاره، كنحسب ليها بالضبط 10 ديال الدقائق وكنطفي عليها وكنحيدها من الفران. المهم انا غادي ندير 2 لاطات، خصني 2 لاطات لان الحلوه خص يكون فيها 3 طبقات ديال البسكويت. لو كان غير 2 طبقات اللي بغا مولاها راه غير غير 4 بيضات كافيكم، يعني غير واحد العجنه كافيكم. ولكن السيد طلبت 3 ديال الطبقات، يعني الحلوه خصها تكون كبيره. داكشي علاش اضطريت انني ندير 2 عجنات. المهم هذا هو لاجينواز. من بعد ما كتخرج من الفران كتكون بهذا الشكل هذا. تنخليها حتى تتبرد على خطرها صافي، وكنقلبها بهذا الشكل راه ما كتلصق ما والو. تنحيد لها داك الكاغيط اللي طيبتها عليه غير بالفنان. نتوما كما شفتوا كتجي ناجحه وخفيفه وكتجي متساويه في السطح ديالها. بالنسبه لهذا المول اللي اختاريت انا راه كيدير 20 سنتيمتر. غادي تعرفوا علاش خديت مول صغير، لان لاكريم غتكون دايره على المول، يعني الحلوه غتكون كلها عامره بالكريم في الجناب. صافي كنحيد بهذه الطريقه هذه، يا اما كتستعنوا بواحد الموس او لا بهاد القطع ديال البيتزا، وكتحيدوا هذوك 2 ديال لي سيركل الاولى كنخليهم جانبا. ومن بعد كندوز للحلوه الاخرى او لا جينواز الثانيه حتى هي بنفس الطريقه. تنحيد واحد السيركل وكنحيد التكميله ديال داك الطريف اللي كان ناقص بهذه الطريقه هذه. صافي. اما بالنسبه لدوك لي شوت راه ما كيضيعوش، هانتوما غادي تشوفوا شنو غادي ندير بهم من بعد. صافي من بعد ما وجدت هذيك دوك لي ديسك ديال الحلوه، وجدت هذاك هنايا خديت تقريبا كيلو ديال لي فريز، لانكم عارفين بان راه قربوا يساليو، يعني الاغلبيه تلقاوهم ضايعين. اللهم تاخذوا كيلو باش تاخذوا غير داكشي اللي صالح. خديت غير دوك الحبات اللي عندهم نفس الطول باش ملي نديرهم في الجوانب ديال الحلوه يجيوني عندهم قياس واحد. وجدتهم والباقي قطعته طريفات صغار باش نديرهم في الداخل ديال الحلوه. وهنايا كنطلع لا كريم شونتي. بالنسبه لا كريم شونتي هنايا عندي نص سيطرو ديال لا كريم شونتي، غادي نطلعها مزيان حتى نطلعها مزيان. ومن بعد غادي نحيد منها تقريبا واحد 200 غرام. غتبقى لي ديك 300 غرام هي اللي غندخل مع ديك لا كريم باتيسير اللي وجدت قبل. انا حيدت هاد الكميه ديال 200 غرام باش نقدر نزوق بها الوجه ديال لاطاغط من بعد ما تشد راسها. صافي هنايا كنبقاو نزيدو ديك لا كريم باتيسير، يعني لا كريم كنسميها لا كريم دبلومات. كنزيدوها تدريجيا بهذه الطريقه هذه حتى كتندمج مع ديك لا كريم شونتيي. بعد ما كيتقال هذا الخليط وكيكون عنده وجه اللي هو ملس، يعني ما يبقاوش دوك التكتلات ديال هاد لا كريم باتيسير، ديك الساعه تنعرفوا بان الكريمه ديالنا صافي وجدات ونقدروا نخدموا بها. غادي نديرها في جيب حلواني وغادي ندوز باش نمونطي الحلوه ديالي. كنديروا هذاك الاطار الصغير باش قطعنا البسكوي كنديروه في الوسط، وكنديروا عليه في الجانب كنديروا هذاك الاطار اللي كيكون كبير، يعني الاساسي ديال لاطاغط، باش ناخذوا العبار باش نعرفوا القياس اللي غيكفينا باش نحطوا فيه هذوك لي فريز. قبل ما ديروا الفريز حاولوا انكم تغلفوا هذاك الاطار الكبير، غلفوه بالبلاستيك باش ملي تجيو ديموليو الحلوه ما تحصلوش فيها. المهم درت هذاك الفريز ودرت داك الديسك ديال اول ديسك ديال لاجينواس من التحت. ديما هذيك الجهه اللي كتكون متقبه كنديروها الفوق، والجهه اللي ملسه علاش يعني الوجه كنديروها من التحت باش نقدو نسقيوها وتشرب. المهم كنسقيو داك البسكويت كنسقيوه بداك السيرو. تقدروا تسقيوه غير بالحليب الا بغيتو تنسموا غير داك الحليب بشي نكهه ديال الفاني اولا بالفريز، وتسقيو به راه بحال. صافي وكنثبت هذاك الفريز بديك الكريمه بديك لابوش، يعني جايب الحلواني هو اللي كنثبت به هذاك الفريز في الاول. عاد كندير البقيه ديال الكريمه فوق هذاك لاجينواز، وكندير فوق من هادشي كله كندير واحد الكميه ديال الفريز اللي قطعته طريفات صغار. كنعاود ندير الديسك الثاني اللي فيه الديفو يعني اللي ملقم كنديروه في الوسط، وكنديروا عاوتاني كوش باش كنغطيو هذوك الريوس ديال لي فريز، وكنديروا واحد الكميه واحد الطبقه ديال الكريمه اللي كنثبتوها حتى هي بهذه الطريقه هذه. وغادي نديرو فوق منها هذاك لي فريز اللي قطعتهم طريفات. غير واحد النقطه ضروري عندكم تبقى تنساوها، في كل مره حطيتو شي ديسك ديال لاجينواز ضروري تسقيوه،
الا ما سقيتوش راه الحلوه ما كتكونش مزيانه، كتكون ناشفه. وهنايا غادي نزيد الطبقه الثالثه والاخيره ديال لا جينواز، كنسقيها حتى هي بهذاك السيرو. ومن بعد كندير ما تبقى ديال الكريمه دبلومات، لان هذا هو الوجه. كنحاولوا اننا نواطيوه مزيان ونقادوه مزيان. في هذه المرحله الاخرى ما كنديروش الفريز، كنخليوها كما قلت لكم كما هي، كنواطيو السطح ديالها مزيان لان هذاك هو الوجه ديالها. صافي انا بالنسبه لي حتى جمدات دوزت لها السيشوار من الجناب عاد باش خديت نديمو ليها، لاقاش نسيت ما درتش هذاك البلاستيك. وغادي ندوزو دابا باش نزينوها بديك لا كريم شونتي اللي حيدت في الاول، ديك 200 غرام. صافي من بعد ما ديموليت هذيك الحلوه، خديت ديك الكريمه ديك 200 غرام اللي بقاتنا ديال الكريمه، عاود طلعتها من جديد ودرتها في الجيب الحلواني. كنزوقها بهذه الطريقه هذه. المهم مزيان كيبقى لكم، ديروا اللي يعجبكم. غندور عليها واحد لابوند ديال هذا الدونتيل هكايا. ومن بعد غادي في هذه المرحله كنكون كندوب شويه ديال الناباج، قالت ليه النكهه ديال الفرامبواز اولا النكهه ديال الفريز اللي كاين عندكم. ومن بعد كنكبها بهذه الطريقه هذه. كنحاول انني نسد دوك الفراغات، وغادي نزينها بواحد 3 الوريضات ديال لا كريم دبلومات اللي كنت وجدتهم قبل، بقات لي شويه ديال الكريمه، صوبت بها وريضات بهذا الشكل هذا، جمدتهم باش نربح الوقت. صافي وداكشي اللي بقى كنزينو بوريضات بلا كريم شونتيي اولا ها لا كريم شونتيي اللي زدت لها شويه ديال النكهه ديال البيستاش والملون ديال البيستاش، وصوبت بها وريقات بهذا الشكل هذا. كنردها تجمد مره اخرى في الكونجيلاتور حتى توجد. خصها نزيد لها واحد 3 سوايع اخرين غتكون جاهزه باش نقدمها بالصحه والراحه. وهادو هما لي شوت اللي بقاو ليا، ما بغيتش نضيع فيهم. صوبت منهم طاقطه بهذا الشكل هذا بطريقه عشوائيه، راه حتى هي عامره بالفريز من الداخل، عامره بالكريمه من الداخل. المهم ما بغيتش نضيع هذاك القوام اللي بقى، ما كانلاش باش كل واحد يوصلوا حقه. لا كوموند غتمشي عند مولاها، وحتى صحاب الدار غادي يوصلهم حقهم. مزينتها لا كريم غير هكا بطريقه عشوائيه. وهذاك الوسط غادي ندير فيه ديك الناباج اللي بقى لي في الوسط، غادي نزين به داك الوسط. وحتى دوك الطريفات ديال الفريز اللي شاطوليه غادي نزين بهم هاد الحلوه. وكانت هذه هي لاطاغت اللي قدمت معكم، كتجي الصراحه راقيه وتجي فنه في المذاق، غزاله في المذاق. جربوها وردوا عليا الخبر، راه ما تندموش. حاولوا انكم تستغلوا الفرصه لان مازال الفريز في الاسواق ومازال بثمن مناسب. يعني الواحد علاش لا يفرح وليداته ويفرح صحاب الدار. يعني هذه شهوه سهله مهله ما فيهاش بزاف ديال التعقيدات. حاولوا انكم تجربوها وردوا عليا في التعليقات كي جاتكم. كان هذا هو الفيديو الخاص ديال اليوم. كنتمنى يكون الاعجاب ديالكم. الا عجبكم واحد لايك الا جات على خاطركم، واللي ما مشتركش يشترك فضلا وليس امرا. نتمنى نتلاقى بكم في فيديو قادم ان شاء الله وشهوه جديده. خليت لكم الراحه.